واش فراسك باللي اوروبا ما كانتش توصل كامل التكنولوجيا والتقدم لولا العالم العربي الخوارزمي؟ السلام عليكم. الخوارزميات هي واحد الحاجه اللي كلشي كيستعملها، ولكن حتى واحد ما عارفش باللي كيستعملها، وكل الاغلبيه كيربطوها بعالم البرمجه والمبرمجين، ولكن ما فراسهمش باللي انهم شخصيا كيستعملوها في حياتهم اليوميه. اليوم غادي تتعرف وغادي تعرف اشنو هما الخوارزميات وكيفاش كان غيكون العالم الغربي لولا العالم العربي المسلم الخوارزمي. اول حاجه خاصك تعرفها عزيزي المشاهد هو شكون هو العالم الخوارزمي. الخوارزمي هو محمد بن موسى الخوارزمي الذي عاش في القرن التاسع الميلادي، والذي كتب كتبا في الجبر والحساب، وهذا هو الماط اللي كتقراها دابا في المدرسه ولا في الكوليج ولا في الليسي. عاد من بعد ترجمات الكتب ديالو، وهذا الشيء اللي ادى لانتشار مصطلح سميتو الالغوريثمز او الخوارزميات. في البدايه الخوارزميه او الخوارزميات كانت كتطلق على الطريقة الحسابية، من بعد عاد طورات او توسعات ولات بمعنى الطريقة المنطقية للحساب والحل. وخليك مركز معايا وما تسكيبيش الفيديو باش انك تعرف علاش قلت لك في البداية ديال الفيديو الخوارزمي هو السبب في كامل هذا التطور والتكنولوجيا اللي وصل لها العالم الغربي. قبل ما نعرف هذا الشيء خاصك تعرف اشنا هو مصطلح الخوارزميات، واللي راك ديما كتستعمله في الحياة اليومية ديالك ولكن انت ما عارف. ملي كيضرك الجوع مثلا وكتمشي كتدخل الكوزينه مع نص الليل مع 3 الليل، كتحل الثلاجه، كتمشي تهز مطيشه وتقطعها وتهز البيض وتقليه وتحط داكشي في الخبز وتاكلو وتشرب معاه اتاي، هذه بحد ذاتها كتعتبر خوارزميه. كذلك فاش كتحرك مخك فاش كتوقع شي مشكل او فاش كتحنسر، هذه ايضا كتعتبر خوارزميه. فاش انك كتمشي كتدابز مع شي تمرين ديال المات ولا ديال الفيزيك، هذه ايضا كتعتبر خوارزميه. اي حاجه ممكن انها تكون خوارزميه، ولكن كيفاش شنو هي الخوارزميه شكون عارف؟ لان الخوارزميه او الخوارزميات هي مجموعه من الخطوات التي تقوم بها من اجل الوصول لهدف معين او حل مشكله ما. اي انك ملي كتبغي توصل داك لومليت الفينال باش انك تاكلو، فراك كتجي كتهرس البيض، كتقطع مطيشه، كتقطع البصله، كطيب داكشي عاد باش يخرج لك لومليت. بسيطه بسيطه، يعني اي خطوات منظمه ومنتظمه كديرهم باش انك توصل لواحد النتيجه بغيتيها نتايا، فهادي بحد ذاتها كتعتبر خوارزميه. هنا غادي يجي في راسك بما انني قلت لك باللي الخوارزميه هي اي خطه او اي خطوات او لا بطريقه اخرى بما انك كتستعملها في الحياه العاديه ديالك، فيعني باللي اغلب الناس او لا كلشي الناس كيستعملوها. بطبيعه الحال صديقي العزيز الاغلبيه او لا مجمل البشر كيستعملوا الخوارزميه. كاين اللي داري عليها او لا انه عارف اشنا هي الخوارزميه وكيطبقها، وكاين اللي كيطبقها بشكل تلقائي بلا ما يحس او لا بلا ما يشعر. بزاف الناس كيسحب لهم بلي الخوارزميه محصوره فقط عند المبرمجين او لا عالم البرمجه بشكل عام، ولكن هذا خطا. فالخوارزميات كاينه في جميع المجالات، الطب، الاقتصاد، الاداره، الطبيعه بحد ذاتها فيها خوارزميات. عاد نجيو لعالم التكنولوجيا اللي اصلا هو مبني على الخوارزميات. علاش في نظرك الخوارزميات مربوطة بعالم البرمجة بالخصوص مع أنها موجودة في جميع المجالات؟ الخوارزميات في البرمجة هي كل شيء، يعني هي الساس ديال أي برنامج. اي برنامج كيف ما كان فهو مبني على خوارزميه. كيف ما البناي كياخذ البلان من عند المهندس او ذاك المهندس كيجي يحط البلان للدار قبل ما تبنى، فاي مبرمج كيحط البلان ديالو او الخوارزميه ديال اي برنامج بغى يبنيه قبل ما يبدا يكتب الكود. هذه جديدة عليك، خليها في بالك. يعني كيحط خطة مبدئية شاملة للبرنامج اللي بغى يبدا، من ناحية كيفاش يبني البرنامج أول حاجة، كيفاش يحل المشاكل اللي غادي تواجهه. الخوارزميات هي أساس أي برنامج، علاش الأغلبية كتلقاهم رابطين الخوارزميات مع البرمجة. واللي ما فراسكش فراه اليوتيوب حتى هو كيخدم خوارزمية، واللي خلاته يقترح عليك هذا الفيديو وانت دخلتي كتفرج فيه. وشكرا لك حيت دخلتي تفرجتي فيه. ما تنساش معاك ديك لايك وابوني وشي كومونتير زوين بحالك. جميع مواقع التواصل الاجتماعي كتستعمل الخوارزميات باش انها تقترح عليك داك المحتوى او داك الكونتنت اللي كتشوفه نتايا. داكشي كيجي من خلال شكون اللي كتفاعل معاه، شكون اللي كتحط ليه لايكات، شكون اللي كتكومونتي ليه بزاف، شكون اللي كتسكيبيه، شكون اللي كتجلس تفرج فيه في الفيديوهات ديالو وما الى ذلك. عارف باللي باقي ضرك راسك كتفكر شنو هو الاجابه ديال السؤال اللي طرحته في البدايه ديال الفيديو.
الخوارزمي هو العالم اللي كتب كتاب بعنوان الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، وهو اللي أسس فيه علم الجبر. يعني حنا كمسلمين وكعرب لنا الشرف أن يكون العالم اللي أسس علم الجبر منا، ولكن حنا ما كنفتخرش بهذا الشيء للأسف الشديد. ما عرفتش علاش، سيسولوهم. وعلم الجبر هو اللي كتعرفوه حاليا بالماط ولا الرياضيات، وهو اللي قاد طرق حساب الاعداد الهنديه او الاعداد العربيه كيف ما كنعرفوهم دابا، وكان السبب في انتشار العد العشري في اوروبا. حيتاش الخوارزمي هو العالم العربي المسلم الذي اسس نظام العد العشري، ومن بعد ما ترجمات الكتب ديالو وصل هذا العلم للجانب الاخر اللي كان عايش في الظلمات، واللي هو العالم الغربي او اوروبا. حيتاش قبل القرن التاسع فراه الاوروبيون كانوا كيستعملوا الاعداد الرومانيه. الاعداد الرومانيه اللي كانوا عباره عن حروف، كان اي في اكس ال سي دي ام. غير باش دير بهم عمليه بسيطه عزيزي المشاهد فراه ما يمكنش، فما بالك دير معادلات فيزيائيه، معادلات فلكيه، معادلات. صديقي هون عليك، انها حروف وليست ارقام. وعادي لو بغيتي تمشي تعمق في ديك الحريره اللي كنقراو حنايا في الماط وديرها بدوك الحروف الرومانيه، البرد لا شميتي شي حاجه في الماط. لكن بفضل العالم العربي المسلم الخوارزمي لقاو طريقه بسيطه باش انهم يقدموا معادلات واللي هي العد العشري. وهادشي في ساعة انتشر في الجامعات الأوروبية، وفي ساعة تعتمد، وبداو كيتخلصوا من الاعداد الرومانيه اللي ما كانتش كتفيدهم باي حاجه. وبهذا الشيء قدروا انهم يكتبوا معادلات رياضيه وفيزيائيه وكذلك حسابات فلكيه وهندسيه وتجاريه، وخلاهم يتطوروا. وهذا الشيء كامل من بعد 3 قرون من تأسيس علم الجبر. علم الجبر تأسس في القرن التاسع على يد العالم المسلم الخوارزمي. من بعد حتى القرن الثاني عشر عاد وصل هذا العلم الجانب الاخر اللي هو العالم الغربي او اوروبا تحديدا. ودابا انت غادي تجي تقول لي ما علاقه الماط بالتكنولوجيا؟ وحنا كنا قلنا السبب ديال التطور والتكنولوجيا اللي كاينه في الغرب هو الخوارزمي. كل ما تراه من تكنولوجيا هو مبني على خوارزميات وعلى رياضيات. نعم صديقي العزيز، كيف ما سمعتي صديقي العزيز، التكنولوجيا، البرمجة، الحواسيب، الحوسبة كلها كانت متعلقة بالعد العشري أو بالرياضيات بشكل عام والخوارزميات، وبجوجهم شكون اللي أسسهم؟ اللي هو العالم الخوارزمي. يعني يا سيدي ولا لا، الخوارزمي هو اللي اعطاهم الفكره واللي هي الخوارزميات، وكذلك اعطاهم الطريقه واللي هي العد العشري، وبلا بهم فراه ما كنتيش غادي تشوف هادشي اللي كتشوف من تكنولوجيا. اي بطريقه اخرى او بمعنى اخر، الخوارزمي هو اللي اخترع اللغه اللي كندويو بها حاليا مع الحواسيب والتليفونات واي حاجه فيها ريحه التكنولوجيا. فلولا الخوارزمي لتأخرت النهضة الأوروبية والثورة الصناعية لقرون عديدة، وما زلنا نعتمد حسابا لن يتقدم بك إلى الأمام أبدا يا صديقي العزيز. وكذلك الحوسبة والتكنولوجيا كانت لتتأخر قرونا عديدة، أو ليس بقرون عديدة، قرن ولا جوج مهم. تعطل 200 عام تلقانا كاع باقي ما كنصورش هذا الفيديو. الا كنتو بغيتو تعمقوا اكثر في الخوارزميات تقولوا عليها في التعليقات، وان شاء الله نديروا شي فيديو اخر نهضر فيها اكثر على الخوارزميات. ما تنساش تيك لايك الى عجبك الفيديو، ابوني ودير تعليق زوين دير فيه قول لي الراي ديالك وشي موضوع اخر ندوي فيه. هذا ما كان الاخوان، تهلاو.